السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. الرئيس الصومالي يغادر البلاد مختتما زيارته لإريتريا. بدء امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية. دورة تدريبية لضمان حقوق الطفل في إقليم عنسبة. بوتين يفوز بولاية رئاسية خامسة تستمر ل6 سنوات. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى. مساعدات اقتصادية بقيمة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي إلى مصر. أهلا بكم. غادر البلاد بعد ظهور اليوم 18 من مارس رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود مختتما زيارته لإريتريا التي استغرقت يومين بدعوة من الرئيس إسياس أفورقي. وأجرى الرئيس إسياس أفورقي والرئيس حسن شيخ محمود مباحثات بقصر الدولة مساء أمس 17 من مارس حول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس حسن شيخ محمود لوكالة الأنباء الإريترية عقب اللقاء إن زيارته تأتي لأهمية التشاور مع رئيس إريتريا التي يعمها الاستقرار الشامل وتنوير الرئيس أفورقي بالنضال الذي يخوضونه ضد الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول تطورات العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية، مشيدا بدعم إريتريا للصومال. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. هذا وقام الرئيس أفورقي والرئيس حسن شيخ محمود بجولة على الأقدام في شوارع أسمر الرئيسية بعد الإفطار مساء أمس 17 من مارس تحت زخات المطر. بدأت اليوم 18 من مارس امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في 26 مركز امتحان في البلاد ومركزين في الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية. يشارك في الامتحانات الوطنية التي تستمر حتى 25 من مارس 30,779 طالبا، 50% منهم من الطالبات في 12 مادة تعليمية. وعلم بأن 60% من الممتحنين هم طلاب مدرسة ورسائي كالو الذين يتابعون التعليم الأكاديمي النظامي في ساوة والمدارس الفنية، بينما 40% هم أعضاء قوات الدفاع الذين يجلسون للامتحانات للمرة الثانية. وسيتم امتحان المرة الثانية لأعضاء الدفعتين 34 و35 في الخدمة الوطنية في 5 مراكز في الإقليم الأوسط و3 مراكز في إقليم شمال البحر الأحمر ومركز واحد في إقليم عنسبة و4 مراكز في إقليم القاشبركة و4 مراكز في الإقليم الجنوبي ومركز واحد في إقليم جنوب البحر الأحمر. وأوضح مركز القياس والتقييم في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث إن عدد المشاركين في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية ارتفع بنسبة 45% عن العام الماضي. نظمت دورة تدريبية من 2 وحتى 15 من مارس للجان العاملة لضمان حقوق الطفل ومكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات في 9 مديريات في إقليم عنسبة. ركز التدريب الذي أجرته لجنة مقامة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة، ركز على القضاء على العادات الضارة واحترام حقوق الطفل. وفي مراسم اختتام الدورة التدريبية في مدينة كرن على مستوى الإقليم، دعا مدير مدينة كرن السيد رزانيار آية إلى العمل التعاوني لتحقيق نتائج أفضل من خلال غرس الوعي وتقييم الأنشطة المنفذة في السنوات الماضية. وأوصى المجتمعون بعد النقاشات التي يجروها بضرورة إجراء أنشطة التوعية بلغة الأم واتخاذ إجراءات ضد المنتهكين توازي الجرم المنفذ وقيام المؤسسات الدينية بأنشطة توعية قوية. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تخست زرآي اللجنة لترسيخ التأثير على المجتمع لإنجاح جهود التعرف على المصاعب وإزالتها. من جانبه دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفازي هنجرماي اللجان على العمل بمسؤولية على مستوى القرية والأسرة ورجال الدين والأعيان على تكثيف حملاتهم.
أفاد مكتبي التعليم في مديريتي دقه وأغرداد في التقييم الذي أجرياه ازدياد مشاركة الطلاب في النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024، وأشد الاجتماع بدور ومساهمة الإدارات والشركاء، حيث ارتفع عدد الطلاب بنسبة 17% في مديرية دقه و11% في مديرية أغرداد. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية أغرداد الأستاذ جبر ميكائيل الأزهر وجود 43 مدرسة في 16 إدارة ضاحية من رياض الأطفال وحتى المراحل الثانوية. وذكر مسؤول التعليم في مديرية دقة الأستاذ عبد الله عمر إن 36 مدرسة تقدم خدمات منتظمة في 10 إدارات ضواحي، مشيرا إلى أن مدارس عبد إبراهيم وتكريريت وحشكيته وهو شايد حصلت على جوائز لنتائجها المتميزة العام الدراسي الماضي. وقال مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن الجهود تبذل لتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية في البلاد. اختتم الأسبوع الثقافي الرياضي للطلاب الذي يقيم في مديرية عرزة يومي 16 و17 من مارس. وأوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ كسة هبته إن 137 فريقا و1474 طالبا شاركوا في البرنامج. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ سفهوة والدقرقيس إن الأسبوع جزء من العملية التعليمية ويهدف إلى ضمان تمتع الطلاب بأجسام وعقول سليمة. وأشاد مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبي حديش بالطلاب على جهودهم المتواصلة لاستكشاف هواياتهم وزيادة قدراتهم التنافسية. في ختام الأسبوع هنأ مدير مديرية عرزة السيد رؤسوم كفلة مريم المشاركين من جميع أنحاء المديرية لتنظيم أسبوع ناجح، ودعا الطلاب والمدارس على الدفع بالإنجازات. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. الأخبار الخارجية تأتيكم بعد الفاصل. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات، وكان بوتين قد أشاد بالنتائج المبكرة الساحقة باعتبارها مؤشرا على الثقة والأمل فيه. وقالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين إنه بعد فرز ما يقرب من 100% من جميع الدوائر الانتخابية حصل بوتين على 87.29% من الأصوات. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق. أطلق الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، بينما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سيول لحضور مؤتمر وزاري متعدد الأطراف. وجاءت عمليات الإطلاق وهي أول أنشطة اختبار صاروخية معروفة لكوريا الشمالية منذ حوالي شهر، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في سيول لحضور مؤتمر. وتوقع خبراء خارجيون في وقت سابق أن توسع كوريا الشمالية نطاق تجاربها الصاروخية وتكثف خطابها الحربي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر لتعزيز نفوذها في الدبلوماسية المستقبلية. ودانت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات الإطلاق قائلة إنها تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام جلسة برلمانية إن الصواريخ الكورية الشمالية سقطت في المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وكلها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة. وقال مسؤولون مصريون إن التوقيع على الاتفاقية تم خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين القاهرة، حيث التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتأتي حزمة المساعدات مع تزايد مخاوف بروكسل من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين غير النظاميين من مصر باتجاه الشواطئ الأوروبية. وصاحب فوندرلاين خلال زيارتها إلى مصر زعماء كل من بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان. وتشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره النيوزيلندي قبل أن يتوجه للقاء نظيره الأسترالي في جولة دبلوماسية يجريها لإعادة البحث في العديد من الملفات المشتركة. واستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وينستون بيترز وانغ في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون. وتربط نيوزيلندا علاقات اقتصادية قوية مع الصين في السنوات الأخيرة، حيث كانت أول دولة متقدمة توقع اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع بكين في عام 2008. وأثناء وجود وزير الخارجية الصيني في ويلينغتون، سيعقد وانغ أيضا اجتماعات قصيرة مع كل من رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ووزير التجارة تود ماكلاي. وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الصينية وانغ يي أن بين الصين تتطلع إلى العمل مع البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التبادلات والتعاون وتعزيز النمو المستدام بين الصين ونيوزيلندا. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. الرئيس الصومالي يغادر البلاد مختتما زيارته لإريتريا. بدء امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية. دورة تدريبية لضمان حقوق الطفل في إقليم عنسبة. بوتين يفوز بولاية رئاسية خامسة تستمر ل6 سنوات. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى. ومساعدات اقتصادية بقيمة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي إلى مصر. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.